السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف غتشوفوا معايا ان شاء الله غادي نحضر معكم المخلل تاع الفلفله الحاره. كيف ما كتشوفوا بالنسبه للمقادير كيكون عندي فلفله اللي هي حاره مزيودات، عندي الملحه والخل وقرعه اللي كتكون ديال الزاج باش كتحافظ لي على المنتوج ديالي، يعني كتحافظ لي على الفلفله لمده واحد المده طويله، ما كتاكسدش ليا وما كتخسرش. بالنسبه لهذا كنحتاج حتى الماء سخون. كيف ما كتشوفوا معايا كناخذ الفلفله مزاود وكنغسلها، كنتكيها بحال هكذا على الطريقه بحال هكذا. باش دوك الغازات اللي كيكونوا في الطرقات ديالها كلهم كيهبطوا، كندير بحال هكذا هاد الطريقه بحال هكذا كيف ما كتشوفوا معايا. انا عندي عود هذا ديال ورقه سيدنا موسى، هو باش كنخدم كنتكي بحال هكذا. ضروري هاد العمليه ديروها. كاينين الناس بزاف اللي كيعرفوني وطلبوا مني انني ندير هادشي تاع المخللات، لانني الاكثريه كيعرفني بانني انا كنت استاذه ديال هادشي ديال البيو، المواد طبيعيه اللي ما فيهمش مواد حافظه. وان شاء الله نبدا كل خطره نبارطاجي معكم شي حوايج اللي غادي تستافدوا منهم في الحياه ديالكم اليوميه. يعني ما كتبقاش الثلاجه، كنحافظوا على المواد ديالنا غير في القنينات ديال الزاج، المده اللي كتكون طويله ما بين 6 شهور حتى العام. كيف ما كتشوفوا معايا كندير هاد الطريقه بحال هكذا، كندير واحد 2 تقباس بحال هكذا. كناخذ الزلافه ديالي كنرجع ليها الفلافل على هاد الطريقه بحال هكذا. كيكون عندي ماء اللي هو غليان، على هاد الطريقه كيكون عندي ماء غليان، وكنخلي الفلفله مرقده واحد من 5 حتى ل 10 دقائق، نخليها مرقده بحال هكذا باش كتعاوني انها دغيا كطيب الفلفله. كاع داك الغازات اللي كيكونوا فيها كلهم كيتسربوا دابا لهاد الماء هذا. كنخليها بحال هكذا هاد المده اللي قلت لكم ونتلاقاو. كيف ما كتشوفوا معايا كنخلي الفلفله كترقد غير واحد شويه في داك السخونيه تاع الماء صافي، وكنبدا كنحيدها ونديرها في الشبكه حتى كتقطر مزيان بهاد الطريقه بحال هكذا. كنهزها على هاد الطريقه بحال هكذا وكنديرها في الشبكه. على هاد الطريقه كيف ما كتشوفوا. بهاد الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا كنخليها كتسقطر ليا واحد شويه ونتلاقاو. كتشوفوا معايا كتكون عندي قرعه ديال الزاج، كناخذها وكنبدا كنحط فيها الفلافل اللي عندي على هاد الطريقه بحال هكذا. يعني نحاولوا نستغلوا الموسم ديال اي خضروات اللي كيكونوا يمكن لينا اننا نديروا لهم التصبير ديالهم ويبقاو عندنا واحد المده اللي هي طويله.
بدون ثلاجه، يعني كيبقاو معقمين. ضروري اننا كنعقمو الزاج باش داك البكتيريا ما كيبقاوش لينا، اللي كيخسروا لينا كيديروا لنا داك التعفنات. كيف ما كتشوفوا معايا على هاد الطريقه بحال هكذا، ما كنخليش ليه فين كيتنفس كاع نهائيا. كيف ما كتشوفوا كناخذ اليازير على هاد الطريقه بحال هكذا. كناخذ وريقات ديال سيدنا موسى، هادو كلهم كيبقاو منسمات عطريه اللي كينسموا لينا. حتى الثومه حتى هي كناخذ بحال هكذا على هذا الشكل بحال هكذا. كندير وريقه سيدنا موسى باش كيعطيني واحد الجماليه، حتى الا بغيت نحطهم فوق البلان دو طرافاي بحال هكذا فوق الرخامه في الكوزينه وداكشي، كيكون واحد المنظر اللي هو زوين بزاف. كناخذ وريقات تاع اليازير حتى هما كنقطعهم على هذا الشكل بحال هكذا. يازير اللي كيكون طري على هذه الطريقه. وكنتمنى انني نكون لبيت الرغبه ديال الناس اللي قالوا لي باش ندير معاهم هذا الشيء ديال تثمين وتصبير جميع المنتوجات. كناخذ واحد شويه ديال الملحه، حيت الملحه هي الماده المعقمه اللي كتعقم لينا لي برودوي ديالنا او المنتوج ديالنا. ضروري من الخل حتى هو كيكون ماده معقم، حيت الخل هو اللي كيطيب لينا الفلفله. عندي واحد 3 المعالق بحال هكذا كنديرهم على هاد الطريقه بحال هكذا. كناخذ الماء اللي كيكون بارد، يمكن لي نزيد حتى الحبوب ديال القزبر اليابس حتى هما كيجيو زوينين. كنمشي على هاد الطريقه بحال هكذا. كيف ما كتشوفوا ما كتشوفوا معايا غادي ندير قزبر اليابس هو حبوب. كيف ما كتشوفوا معايا غادي ندير القزبر اليابس حتى هو حبوب حبيبات ديالو على هاد الطريقه بحال هكذا. وكناخذ الغطاء ديال القرعه وكنسدو على هاد الطريقه بحال هكذا. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الطريقه الصحيحه ديال التخليل ديال الفلفل الحار. على هاد الطريقه هذه كنخلو الفلفل الحار كيجي زوين بزاف وكيصبر معنا، يعني ما كيتاكسدش لينا وما كيفسدش لينا كاع نهائيا، لان التخليل ديالو الا كان صحيح كينجح معنا. ونتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير. وما تنسونيش من لي لايك لي كومونتير والبارطاج ديال لا فيديو باش تعم الفائده للجميع. وانا ما غاديش نبخل عليكم، وكنتمنى ان الناس اللي يشوفوا لي فيديو ديالي ما ينساوش انهم يديروا لي لايك، لانني كنعطيكم كل ما هو جديد وشي حوايج اللي هما زوينين بزاف كيف ما كتشوفوا. واللي بغى انه ما يديرش الماء يمكن لي انه يدير الزيت، يعني يقدر يدير زيت الروميه ولا زيت العود
كنفضل انا زيت العود. بالنسبه الناس اللي بغاو يديروا البيتزا، بغاو يديروا اي حاجه بحال هكا، كيهزوا داك الزويته كتكون حاره وكيخدموا بها، كتبقى مزيانه. ونتمنى انكم تدعموني كيف قلت لكم. وشكرا لكم، شكرا الناس بزاف اللي كيكتبوا لي كومونتير يعني كيفرحوني. هذا هو الهدف ديالي في هذه القناه هذه. وشكرا لكم.